السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس دايما بخير يا رب. من شارع الحجاز احييكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده معانا عرض من عروض مكتبنا. انت في الموقع ده في وسط البلد، جنبك كل الخدمات اللي انت تحتاجها في حياتك، مواصلات، مدارس، مستشفيات، صيدليات، مطاعم، سوق الجملة جنبك، سوق الخضار والفاكهة جنبك تجيب حاجتك طازة يوميا، المواصلات، لو عندك أولاد في مدارس حكومية، مدارس خاصة، مدارس انترناشونال، كل حاجة حواليك ان انت بتتكلم. النهاردة في شارع الحجاز في وسط البلد. يلا بينا نطلع الشقة ونكمل كل التفاصيل. هنا باب حديد على مدخل الشقة، ده الريسبشن، الصالة كبيرة. انا عايز اقول لحضراتكم ان الكاميرا والتصوير شيء والواقع شيء تاني خالص. احنا بنتكلم في شقة بحرية 120 متر، 3 غرف وصالة كبيرة وحمام ومطبخ. ده المطبخ بتاعنا ومتشطب. هي الشقة متشطبة واقفة على سكينة معجون والدهان الأخير. انت هتدهن الحيطان بس. ادي غرفة، 2 3 غرف. ال3 غرف اماميين على الشارع، بيطلوا على شارع. وكمان الريسبشن، الصالة فيها بلكونة على نفس الشارع، يعني الشقة كلها صحية وداخل لها شمس وهواء. دي ميزة. الميزة التانية، مساحات الغرف كبيرة، الواقع أحلى وأجمل، والمساحة أكبر بكتير من تصوير الكاميرا. شايفين الغرف كبيرة إزاي؟ احنا بنتكلم في 120 متر. ده الحمام. ده المطبخ. نقرب شوية علشان الناس اللي بتحب التفاصيل. يا جماعة الشقة ما حدش سكنها، يعني حضرتك النهاردة لما تجيب النقاش وتدهن الشقة وتجيب العفش بتاعك وتسكن، انت اول ساكن، انت اول ساكن. يبقى دي غرفة ودي الغرفة التانية، شباك على الشارع، وهنا شباك كبير على شارع، وهنا الغرفة الثالثة على الشارع. وهنا الريسبشن في منفذ تهوية على نفس الشارع. أنا بتكلم في شقة في وسط البلد، شارع الحجاز، متفرعة من شارع الحجاز جنب المدرسة اليابانية. شقة الدور الثالث، تاني بلكونة. الشقة أمامية كلها على شارع. شقة صحية جدا، داخلها شمس وهواء صحي. ربنا يبارك لصاحب النصيب. شقة الدور الثالث، تاني بلكونة، عمارة اتحاد ملاك، وبينكتب لك حصة في الأرض. الشقة واقفة على الدهان بس. هات النقاش بتاعك وانت جاي، ادهن الشقة باللون اللي حضرتك تختاره وترتاح نفسيا، وافرش الشقة، وربنا يبارك لصاحب النصيب. السلام عليكم ورحمة
ورحمة الله وبركاته.